تاخذ بدون ما تعمل اشتباك فيما بينهم. فإذا ماذا يحصل بين قطر والسعودية؟ قطر فعلا كان لديها مشروع مع الإدارة الأمريكية السابقة على تغيير المنطقة والنظم، مثل ما عملت جهد لتغيير النظام في مصر، وعملت جهد لتغيير النظام في سوريا وفي ليبيا والى اخره. أمير قطر السابق الأب، وأنا عندي أدلة خاصة فيه، أنه كان يعمل على تفتيت المملكة السعودية. يعني فعلا السعودية عندما قالت عندما بأنه يقولوا هدد أنه عم أمني يتدخل بأمننا الداخلي هن والإمارات، هذا حقيقي. هذا حقيقي. هو يعتقد على أنه المنطقة كلها عشائر، وهو واحد من أصحاب العشائر الكبرى بني تميم، يستطيع أن يشتري عشائر أخرى، مثل ما بيشتري معارضة سورية وبيشتري معارضة ليبية وبيعمل جيوش في العالم. بقدر أعمل، أنا عندي الجزيرة. الجزيرة شو هي؟ جريدة إعلامية ولا واحد بيخبر الأخبار؟ لا، الجزيرة هي قدرة السيطرة على العقول، هي الفتنة الأشد من القتل. لحد الآن في ناس ما أدركت شو أهمية هذا الإعلام الذكي الذي يستطيع أن يعمل تيارات فكرية وسياسية ويقود المنطقة. أهم من بنتاغون، هذا أهم من CIA. وبالتالي هو صار عنده قناعة أنه أنا بكرة إذا أنا بالجزيرة بفتح حملة على بني سعود أنه أنتم تاركين عندكم ملايين الفقراء وأنتم عندكم كذا وأنتم عندكم كذا، بزلزلهم. إذا أنا شارع عشائر لا تدين 100% لبني سعود، بزلزلهم. وعم بيشتغل، مش عم بقول هذه فرضيات. فإذا في خلاف حقيقي، ثم في خلاف على النفوذ. صارت قطر بتقول أنا سقطت ليبيا، وبالتالي أنا يجب أن يكون لدي الحكم، وعندك قوات مسلحة عم تقاتل لصالحها، عم تدافع عنها. اليوم لما شالت إيدها شوي، شفت كيف حفتر أخذ بنغازي واحد من مجلس التعاون. يعني عم تلعب بهالورقة لأنه عارفين قديش هي غالية على قلب أمريكا والغرب والعالم كله من أجل أن يبقوا. وبالتالي عم تلعب بهذه الورقة ولن تتراجع. بدها تضل الجزيرة تحكي، بدها هلا يمكن خففوا شوي على مصر، يرجعوا بعدين يقلبوا. يعني ما في بوادر حل، وإنما بالعكس بده يستمر أبداً الصدام أبداً. إلى أن قطر يرتد. لا تستطيع أن تكون إمارة مشرقة تابعة للسعودية، لا بتركيبتها الذهنية لأمرائها ولا حتى لا أبداً. لكن حضرتك عم تحكي إنه لا، قطر هي اللي أقول لك أكثر من ذلك. هو انقلب على أبيه حمد، انقلب على خليفة، لأنه جاء لكي يعمل من قطر هب من أجل التعامل مع إسرائيل وأمريكا في المنطقة. لأنه هو إجا بعهد أوسلو، جاء بخطة، ما إجا لأنه غلطان خانه هو أبوه. هو كان ولي العهد، وهو كان وزير الدفاع، البلد كلها بإيده، أبوه قاعد عم يتسلى بأوروبا. شو اللي بيخليك تعمل انقلاب على أبوك وعندك كل هذه القدرات؟ برنامج معين جاء لتنفيذه. ولذلك بعد أشهر أنشأ الجزيرة، وهي الذراع الأساسية للدبلوماسية القطرية، ومؤتمرات على حيلها بالدوحة وبقطر، تدريب كوادر.